السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام. هذا أول فيديو لي إن شاء الله معكم، أول فيديو في قناتي. قصة اليوم هي كيف تزوج نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسيدتنا خديجة، وما هي الأسباب، وكيف عمل معها وكيف أتت فكرة عمل الرسول عليه الصلاة والسلام مع خديجة، صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، وبداية بعثته. إذن اليوم نتطرق لحكاية رسول الله وخديجة، وكيف تزوج وكيف عمل معها. إذن قبل أن نبدأ ونتطرق للقصة، أرجو منكم أن تدعموني باللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد من قصص الدينية وقصص صحابيات وصحابة ومسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومجموعة من القصص الواقعية بإذن الله. فنذهب إلى قصتنا، يعني قصة الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما بلغ النبي محمد صلى الله عليه وسلم 20 عاما أو 25 يعني عام، عرض أبو طالب عم الرسول على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغير ويطور من تجارته. فكانت فكرة أبو طالب أن يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام مع سيدتنا خديجة. فكانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالموافقة إذا وافقت خديجة، فلم يكن له مشكلة. فذهب أبو طالب إلى خديجة فقال: ماذا تقولين في محمد بن أخي؟ قالت: رجل صادق أمين. فقال لها: إذا أريد أن أشغله معك. قالت: لم أجد مثله شابا جادا قط. وهنا يعني هذه الكلمة، هذا المصطلح يعني له الكثير من المعاني، يعني وهذا مصطلح الشاب الجاد، يعني هي أصلا كانت تبحث عن هذه المواصفات. وكانت خديجة محترمة من بين كل العرب في ذلك الوقت حتى القريش، لأنها إنسانة ذو عقل ولها مكانة عريقة في الجانب الاجتماعي. وبالنسبة لتجارتها لا تأتيها بالصدفة، أكيد جاءتها التجارة بعد شغل وكد وجهد وتفكير وإرسال الرجال الأمناء، يعني الذي كانت تعتمد عليهم في تجارتها. فابتهجت خديجة وفرحت يعني عمل محمد صلى الله عليه وسلم معها، وقالت لأبيها: نختبر محمد. فقالت: تعال يا محمد أشغلك عندي، يعني سوف أشغلك على 3 مراحل. المرحلة الأولى سوف تكون يعني تجارة بسيطة، تذهب إلى الشام. فكانت الرحلة الأولى لا كانت إلى اليمن، فكانت الرحلة إلى اليمن عفوا. فكانت الرحلة الأولى في اليمن ونجح. وقالت هي: يعني لو خسرنا مالا فبسيط. ثم المرة الثانية، ويوم رجع ميسرة قال لها: يا خديجة إني رأيت في محمد عجبا. قالت: ماذا رأيت؟ قال: رأيت أمانة رجل أمين لا يأخذ لأحد درهم، سبحان الله، ولا يترك أحد يأخذ له درهم، لأن المال ليس ماله وهو مؤتمن عليه. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. ورأيت صدقا في قوله وفي بيعه وفي فعله، رجل صدوق لا يكذب ولا يغش. قالت: وماذا بعد؟ وهي مبسوطة من الكلام الذي يقال فيه. قال: ورأيت فيه جهد عمل شاب يعمل يكد لا يمل. سبحان الله، صلوا على النبي. ويعمل الليل والنهار. ثم قال ميسرة كلمة خلت خديجة تلتفت إليه وغيرت الموضوع. كانت التجربة مرة وثلاث. قال: ورأيته مثلك، يعني قال: رأيته مثلك لا يحلف باللات والعزى، لأن خديجة لا تحلف وباللات والعزى ولا تسجد لصنم، وقريش كانت تعبد الأصنام. الرسول كان مثل خديجة، وهذا هو قاسم مشترك بينهما. فقالت خديجة لميسرة: ما هو؟ عد، يعني قالت له: قل، يعني تنتظر المزيد من الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت محمد لا يحلف بالأصنام. قالت له: ما أدراك؟ فقال لها: جاء رجل يهودي يبيع ويشتري منه. فقال له: إذن احلف باللات والعزى لكي أصدقك. أجاب الرسول: ما عبدت صنم لأحلف به.
كيف تريدني أن أحلف بهما؟ فهذه الكلمة حركت عند خديجة أمر بالنسبة لها كان شيء مهم. قالت: يا ميسرة، نادي لي محمد. فلما جاء الرسول محمد قالت: يا محمد، الآن أنا جربتك، أبغي أرسلك في أكبر تجارة لي في الشام. فأرسلت معه أكبر صفقة نقول تجربها خديجة رضي الله عنها، لأنه هنا أصبح صاحب خبرة بعدما جالس التجار يعني وجرب الخبرة في ذلك الزمن. كان أبو سفيان يأخذ البضاعة، يبقى 6 أسابيع أو أكثر دون أن يصرف البضاعة، يعني دون أن يبيع شيئا. فقالت خديجة لميسرة: تعال، أريدك تراقب محمد. يعني قالت له: راقب لي محمد. إذا نحن عرفنا أنه صادق وأمين، والآن أريدك أن تراقب لي أحوال هذا الرجل محمد، ماذا عنده ولماذا وكيف وما هو السبب، يعني بعض التفاصيل. خديجة رضي الله عنها يعني رأت رؤيا قبل أن يعمل محمد معها في العمل، فرأت في المنام رؤيا أن القمر أو الشمس يدخل في بيتها، سبحان الله. وراحت بعدها عند يعني تعبر الرؤيا عند ابن عمها ورقة بن نفيل. فلما قالت له المنام قال لها: إن صدقت رؤيتك وصدقت، فإن بآخر الزمان سوف يكون في بيتك نبي آخر الزمان. تقول: كتمت ما سمعت وسكتت، لأنها علمت الآن أنه سوف يأتي الشخص نبي آخر الزمان سيكون لها، يعني وشعرت أن هذا النبي يكون محمد. ثم أرسلت ميسرة يتابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتابعه في الطريق. لما رجع قال لها خديجة: رأيت من محمد أعجب مما رأيت في الرحلات الأولى. صلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فهنا يعني سبحان الله، يعني القصة أظن أنها مشوقة يعني. فقال: رأيت 3 أشياء. الشيء الأول: منذ أن خرجنا من هنا إلى الشام رأيت سحابة غيم فوق محمد تمشي حتى وصلنا، ولما رجعنا في الشمس تضلله، وقلت أريد أن أختبره لأنه يعتقد أن السحابة ليست له. فكيف اختبره ميسرة؟ جاء ميسرة للرسول وقال: يا محمد، تسابقني؟ فقال محمد: إن شاء الله. فبينما كان يركض ميسرة فتعجب للسحابة تتبعه وهو يركض، سبحان الله. وإذا ركض النبي أسرعت السحابة تضلل النبي. فهنا خديجة بدأت تتأكد بأن محمد هو صاحب الرؤيا. ثم سألت ميسرة: ثم ماذا رأيت؟ قال: رأيت شجرة تأتي كلما جلسنا في مكان فيه الشمس، شجرة صغيرة تضلل، ثم إذا قام رجعت الشجرة مكانها، سبحان الله. ورأيت بحيرة الراهب لما أتى يبتاع معه وكان من اليهود، يعني هذا بحيرة الراهب هذا كان من اليهود يبيع ويشتري. وقف ونظر في وجه محمد ثم نادى لي، ميسرة يقول: ثم نادى لي قال له: تعال، من هذا الرجل؟ أول مرة أشوفه، يعني أنظره أو أراه. فقال له: هذا من قريش. قال أرسلته خديجة. قال له اليهودي: أعرف إنه من قريش، ولكن من هو يعني بالضبط تفاصيل يعني. فأجابه ميسرة: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فأجابه اليهودي: هذا هو نبيكم في هذا الزمن. هذا يقول بحير الراهب اليهودي، يقول: إن صدقت قراءتي فنحن عندنا في التوراة والإنجيل أن نبيكم هذه صفاته. أخبر ميسرة خديجة بما سمع. قالت: أسكت، الغريب في قصة خديجة ومحمد لا يوجد لميسرة قصة أو حدث غير هذا الموقف، سبحان الله. النبي الآن يخطط، سبحان الله. فتغيرت الأحداث، لاحظوا التدريج كيف الله يعني
يعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا صبر النبي وتعلم من هذه الحياة، نجح والآن مهيئ للرسالة سبحان الله مسير الأحوال. وهنا بقيت حاجة واحدة ويكمل الاستعداد، حتى أصبح النبي مر على مجموعة من مراحل الحياة الاجتماعية. هنا بقيت العائلة، الزواج الذي سمي في ديننا يعني نصف الدين، والمعنى واضح. هنا في هذه المرحلة استقر النبي فبدأ موضوع الزواج من خديجة رضي الله عنها. أكيد من الرؤيا جلست خديجة مع صاحبتها نفيسة، هي صديقة خديجة، جلستا فبدأت خديجة تصف النبي وتقول: يا نفيسة، إن محمد رجل صادق وأمين مبارك عظيم لم أرى مثله قط، وكذلك يده حلوة، يبيع الحاجة فيأتي بأضعافها. وسبحان الله يذهب إلى الشام فيبيع الحاجة قبل أن يصل إلى الشام، غير العمال الآخرين الذين يبقون بالأسابيع يعني حتى يستطيعون أن يبيعون تلك الحاجة. فسبحان الله يعني لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، سبحان الله لا إله إلا الله. فهنا قالت نفيسة: لعلك تريدين زوج يا خديجة. قالت خديجة: والله سوف أريده زوج إذا سوف يقبلني. قالت نفيسة: تريدين أن أقول له شيئا؟ قالت خديجة: أخبريه. قالت: أخبريه لكن لا تقولي بأنني أرسلتك. جميل والله سبحان الله. فقالت نفيسة: اتركي الموضوع علي. وذهبت نفيسة بعقلها وحكمتها تذهب عند محمد صلى الله عليه وسلم وتسأل عن حاله. قالت: كيف حالك يا محمد؟ قال: بخير. قالت: لماذا لم تتزوج حتى الآن؟ قال: أنا رجل فقير وليس لي مال. قالت: حسنا يا محمد، لو وجدت لك واحدة عندها مال وممكن تتزوج. قال: من هي؟ قالت: خديجة. قال: خديجة غنية بمالها، تظنين أن توافق؟ قالت: يعني بنشوف يعني، والله ما أدري هي توافق ولا لا. قالت: سوف أذهب عندها وأعرض عليها الأمر وأشوف إن هي يعني موافقة أو لا. وهي يعني هي مرتبة الموضوع والإجابة عندها، سبحان الله يعني للأمانة. فذهبت وقالت لها: وافق محمد. ومن هنا تزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لعله يعني يرضى علينا وعليكم. من فضلكم اللايك والاشتراك ليصلكم كل جديد. يوجد قصص كثيرة مشوقة في ديننا الإسلام ومسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومجموعة من القصص الواقعية كذلك، وكلها فيما يرضي الله. هي قصص يعني محفزة لدينك. والمغزى من هنا من هذه القصة، أظن أنكم استنتجتوا القصة، أن المرأة التي تعمل وتجتهد يعني تصل وتنجح، والاستعانة بالرجال الأمناء هو الحل أيضا. ويعني والشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما أعظم ديننا وما أجمل وما أعظم قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام الله عليكم وعلينا إن شاء الله.